المصريين بيخلفوا اسود. صور من مكانه كده عشان اخد التجربة واعيش اللحظة اللي هو بيعيشها. مش ذكية، هي بتحاول تسايسني عشان تهبش مني الخاص. بص، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة من حديقة الحيوانات بحي النزهة وحي سموحة. الفيديو المنتظر واللي انا كان نفسي اعمله من زمان، او كان نفسي ادخل حديقة الحيوانات من زمان، عمري ما دخلتها حتى من وانا صغير. وان شاء الله في الفيديو ده نعدد لكم كل حاجة تخص حديقة الحيوان، ونقول لكم سعر تذكرة دخول حديقة الحيوانات، ونعرفكم كمان مواعيد دخول حديقة الحيوانات وكل ما يخص حديقة الحيوانات في الفيديو ده بإذن الله. يا رب يعجبكم. اول مكان هنبتدي منه هو بيت الاسد ملك الغابة، الاسد ومراته. تيجي تقف كده عند الاسد ومراته من بره في القفص، تاكله. الراجل اللي واقف ده بيحط لك لحمه في الحديده، وانت تدفع له 5 جنيه 10 جنيه 3 جنيه على قد ما تدفع له. الفلوس اللي هتدفعها له هيحط لك بيها اكل تاكل بيها الاسد وبراحتك. بس تقف بره، ما ينفعش ان انت تقف مكان الراجل، لان المكان الراجل كده خطر عشان الاسودة بتطلع ايديها، فانت بتقف في الحواجز اللي الدولة عاملاها من بره. ولكن انا هدخل دلوقتي اصور من مكانه كده عشان اخد التجربة واعيش اللحظة اللي هو بيعيشها. زي ما انتم شايفين الاسود طبعا مفترسة طبعا، يعني مش محتاجة كلام. ومرات الاسد ما بترضاش تخليه ياكل، كل ما بيجي ياكل بتنكشه وتزوم عليه على طول. هي عايزة الاكل كله لوحديها. طبعا انا بقول مرات الاسد لان اسمها اللي كلنا عارفينه في مجتمعنا حاجة عيب، احنا مش عايزين نقول حاجة عيب. هدخل دلوقتي اكلهم مكان الراجل كده ما واقف، ونخوض التجربة ونجرب الاحساس مع بعض. طبعا الاسد يعني الكرامة والعزة والشموخ، ما بيحبش حد يذله بالاكل. انتوا نايمين ليه؟ اصحوا، الناس دي كلها جايه عشانكم، انتوا طول الليل نايمين. دول شكلهم كده اتفرهدوا. طبعا في اسود ياما في القفوصه دي، وفي اسود طبعا في الغابه، وقرود في الغابه من غير قفوصه. هنروح دلوقتي نصوروها متسابه كده عادي من غير قفص ومن غير اي حاجه. هيطلعوا من هنا. علق التليفون عليه. يلا بينا. هات الاسد عندي كده. ايوه كده تمام. يلا المصريين بيخلفوا اسود. هاتوا عندي هنا، هات وش. يلا بقى. اللي حابب يجي يتصور يجي هنا عند عم سعيد ارابيكس. الصورة ب35 جنيه كارت وتاخدها على التليفون، بس هو عمل لنا تخفيض 20 جنيه وتروح تاخدها من الاستوديو بعد ربع ساعة. نص ساعة كده. ماشي بالتذكرة دي يعني؟ سلموا للسبع دي. ماشي. طب بص، تستلم الصورة عقبال ما تلف شوية في الحديقة بعد ربع ساعة. فيها اهو ملابس للأطفال وألعاب أطفال تتصور بيها أحلى صور في استوديو الشمس. ربع ساعة بقى ونيجي بعد ما ناخد بقية الجولة في الحديقة. ادي ده القرود والنسانيس في القفوصة زي ما انتم شايفين كده. كل القفوصة اللي موجودة قدامنا دي مليانة قرود ونسانيس، وطبعا دي اكتر حاجة احنا عارفينها لاننا بنتعاملوا معاهم في ايامنا، وفي كل يوم بنتعامل مع قرود ونسانيس يعني، فاحنا دي حاجة مش غريبة علينا. هندخل دلوقتي برضو نأكلهم ونخوض التجربة. لا بس ربنا يخليها لك يعني، انا فرحان بيه. هتدفع برضو للراجل اي فلوس، تاخد شوية جزر تأكل القرود زي ما انت شايف كده. افتح لهم ايدك اهو كده تأكلهم. طبعا مفيش منهم ضرر على الاطفال، القرود جميلة وعايزة تاكل وبتلعب واذكياء زي ما انت شايف. بص القردة اهم حاجة عندها عايزة تهبش كل اللي في ايدي، يعني انا لو سبت لهم ايدي هيهبشوا كل الجزر ده في ثانية.
احنا طبعا عايزين ناكلهم كلهم، ما يبقاش حد وحد، لا. دي غلبانه اهي قاعده لوحديها. تعالي خدي خدي خدي. بص عايزه تاني، ما بتشبعش. تعالي يا بنت الهبل. في طبعا القرود اللي هم بقى من غير ما يبقوا في القفص، في الجبلايه. هنروحوا دلوقتي نشوفوهم. بص القردة دي خايفة على عيالها أو منظرها جميل، ولا بتاكل ولا بتلعب. بصوا حضن عيالها ازاي وقاعدة مكانها، خايفة عليهم من الناس، من القرود اللي بره القفص. القردة دي بقى مشكلة بقى، دمها خفيف قوي. بص تهبش مني الخص ازاي، بس ايه بقعد ازولها، هي عايزة حد يشغلها بس. بص 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 قردة مشكلة، دمها زي العسل، عايزة تهبش، ذكية هي، بتحاول تسيسني عشان تهبش مني الخص. بص يلا كفاية كده، باي بقى. خد يلا باي. بص زي ما تكون بتلغيني والله. بص طلعت لي فوق اهي، هي كده زعلانة ان انا ماشي، مفيش حد بياكلها اساسا. ولا تاخدي فلوس. وادي جبلاية القرود اهي، من غير قفص ومن غير اي حاجة، مليانة قرود، فيها اكتر من 150 قرد الجبلاية دي، والناس كلها واقفة حوالين الجبلاية، بيرموا لهم موز وبيرموا لهم سوداني زي ما انتم شايفين كده، قاعدين بيتشمسوا ياخدوا تان. الناس كلها واقفة حواليهم، وده البيت بتاعهم اللي بيخشوا فيه يناموا فيه بالليل، طول النهار وقاعدين في الجبلاية كده. الناس بقى ترملهم في اكل وترملهم في حاجات، ومليانه الجبلايه، مليانه قرود، والناس وبيتجنوا من الناس اللي واقفه فوق. بص قرود قد ايه، وده المكان اللي بيشربوا منه المايه فيه ما بتخلصش، ده مكان عامل زي حنفيه كده. طبعا جبلايه القرود دي كان بيحصل فيها مشاكل زمان، عشان الشباب كانوا بينطوا وكانوا بيجننوا القرود، وكانوا بيعملوا حاجات القرود نفسها ما بتعملهاش. ادي الجبلايه اهي، الناس قاعده عليها في ظهر الملاهي على طول. اكتر حاجه موجوده في الحديقه هي القرود والنسانيس والاسود، مفيش نمور ياما، مفيش غير نمر واحد. مفيش طبعا فيل وزرافه، ده من زمان، ولا في الحديقه دي ولا في الجيزه ولا في مصر كلها عندنا فيل ولا زرافه. ادي بصوا الجبلايه. كان في دلوقتي قرد قاعد بيفلي قرده، بس ما لحقتش ان انا اصوره. طبعا انا ما كنتش متخيل ان في ملاهي بالحجم ده جوه حديقة الحيوانات وبالجمال ده. بصراحة ملاهي جميلة للاطفال وللكبار كمان، الكبار كمان بيدخلوا بيلعبوا مع اطفالهم، والمكان جوه جميل. هندخل دلوقتي نستكشفه جوه مع بعض ونعرف اسعار الالعاب جوه كام. الالعاب كلها موجودة جوه، السلسلة، الساقية، الدودة، القطر، النشان، كل الالعاب موجودة. ولكن يعتبر برضو كل الالعاب دي العاب اطفال، والاهالي برضو والله بيركبوا معاهم يعني. ادي السلسلة اهي قدامنا، في ناس كبيرة راكبة ورا، وبيت الرعب اهو قدامنا، قلعة الرعب. اقصى تذكرة هنا في الملاهي 25 جنيه، ما فيش حاجة هنا بتعدي ال 25 جنيه، يعني دخول بيت الرعب ب20 جنيه، الساقية والسلسلة والكلام ده كله ب20 جنيه، النشام ب10 جنيه. في العاب بقى ياما، بس مفيش لعبة بتتعدى ال20 جنيه. ادي لعبة النشان اهو، بتدفع 10 جنيه وبتاخد طلقة بتضربها، لو كسبت تختار اي لعبة، يعني ده كده كسب ومبروك عليك، ده كده اختار اي لعبة من الرف اللي هو هيشاورله عليه بال10 جنيه، لو خسرت ضاعت عليك ال10 جنيه. وادي الزحليقة اهي اطفال برضو 15 جنيه، الزحليقة دي تقريبا مش عارف 6 مرات ولا 10 دقايق حاجة زي كده. وادي السلسلة اهي، كانوا هيخبطونا دلوقتي هما بيلفوا. الملاهي جميلة بصراحة ومليانة ألعاب، وما كنتش أتوقع إن هي هتبقى بالمنظر ده يعني. كنتش اتوقع اصلا ان في ملاهي جوه حديقة الحيوان، لان انت بتخش الملاهي بتنسى ان انت كنت جاي تتفرج على الحيوانات، زي ما انا نسيت دلوقتي. وهنطلع نكمل جولتنا ونكتشف بقية الحديقة وبقية الحيوانات اللي موجودة.
ولكن انتوا كده عرفتوا الملاهي. اقصى حاجة فيها 25 جنيه، موجودة في ظهر الجبلاية. وادي اهو النضارة 3G للاطفال، 3D اسف. النضارة دي ب20 جنيه، بيشوف فيها موميا وفراعنة وجثث وحاجات مرعبة، ولكن من الواضح ان مفيش حاجة مرعبة لان الاطفال بتضحك اهي وهي بتتفرج عادي. ومليانة بقى العاب، كل الاسر بتجيب اطفالها. اول مكان بيدخلوه هو الملاهي اللي في الحديقة، لان حاجات رخيصة جدا. مفيش ملاهي يعتبر بالرخص ده ولا في المعمورة ولا اي ملاهي عندنا في اسكندرية، والناس كلها بتتبسط. اي حتة في حديقة الحيوانات الصراحة تبسط. وكل حاجة في حديقة الحيوانات رخيصة. مش محتاج ان انت تدفع فلوس ياما، يعني ممكن فردين يقضوا احلى يوم في حديقة الحيوانات ب50 جنيه ويدخلوا الالعاب ويدخلوا كل حاجة. وادي اهو ناس كبيرة اهي راكبة لعبة العربيات. هنروح بقى نستكشف باقي الحديقة وباقي الحيوانات. المكان ده بتمشي كده في وسط الطاووس والنعام، تاخد برضو بأي فلوس معاك جزر 3 جنيه 5 جنيه تحطهم في جيبك. وتجربة حلوة واحساس جميل ان انت تفضل ماشي في وسطيهم كده، كل ما يقابلك طائر من ده او نعامة تقوم جاي مأكلها. والنعامة دي اهي بيأجروها باللفة للأطفال ب10 جنيه، مش ال10 جنيه اللفة، يعني ب10 جنيه بتلف كام لفة كده حلوين انت وشطارتك بقى مع الراجل اللي ماسك النعام. وجو جميل برضو وتجربة جميلة. والنعام زي ما انتوا شايفين كده ياكل من الطاسة. بص افتح له ايدي، احط له الجزر كله الاول في الطاسة، وبعد كده احط له الجزر على ايدي واكله من ايدي. تعال انت عشان انت غلبانة، تعال خدي. بص ما تخافش منه، عادي بيخلص اكله ويسيب ايدك، يعني ولا بيعض ولا بيعمل اي حاجة. الاطفال بتاكله اهو وجميل. تتصور بقى معاهم وتأكلهم وتمشي وسطهم وتصور فيديو وتعمل كل اللي نفسك فيه. وبرضو في فوتو سيشن مع الحيوانات دي كلها. نروح بقى نستكشف باقي الحيوانات اللي موجودة. نأكل النعامة دي بس الغلبانة اللي ماشية دي لوحديها. تعالي خدي اخر شوية جزر. ألف هنا وشفا. يلا بينا نروح نستكشف باقي الحيوانات اللي موجودة. الجو النهاردة مشمس وجميل، وانصحك ما تجيش حديقة الحيوانات يوم الخميس او الجمعة لان بيبقى يوم زحمة جدا. احنا النهاردة يوم الاثنين اهو، والمفروض في مدارس وامتحانات وفي اشغال، احنا في نص الاسبوع، ومع ذلك برضو المكان يعتبر زحمة. ولكن مقارنة بيوم الجمعة والخميس بيبقى ما تعرفش تمشي كده ولا تصور ولا تعرف تعمل اي حاجة. كده عدى ربع ساعة، نروح بقى نستلم الكارت واحنا قريبين من استوديو الشمس اهو. كارت بقى نستلموه عشان هنبقوا بعد كده بعيد، فيبقى من بره نطلع من الباب التاني على طول. استوديو الاسد ده قاعد زعلان لوحده ومش عارف ليه. في اسود ياما مريحة كده، تحس ان هم تعبانين ما بيتغذوش. برضو الاسود هنا، حتى الاسود هنا ما بيتغذوش اهو قاعد اهو، ولا بيهش ولا بينش. قوم اعمل اي حركة، الناس دي كلها جاية عشانك. مرات الاسد وابنها الشبل اهو. الشبل طبعا عادي يطلع وتتصور معاه زي ما انتم شفتوا كده. تعالوا ندخل نشوف بقى بيت السباع. بيت السباع يعني بيت الأسودة والنمور. ندخل نشوف بقى البيت ده من جوه عامل ازاي. ده ركن خاص كده جوه الحديقة، مع ان في أسودة بره اللي احنا شفناها، بس ده البيت المخصوص بالسباع. هنا بقى المشكلة الوحيدة اللي انا برضو سمعت ان هي موجودة من زمان، الريحة بتاعت بيت السباع ده. الريحة دي فظيعة، مهما نضفوا ومهما رشوا ومهما عملوا الريحة لا تطاق. يعني انا مستغرب ان انا قادر ان انا اقف اصور، وان الناس دي كلها قادرة ان هي تقف تصور. بصراحة الريحة لا تطاق. ولكن القاعة دي مليانة اسود زي ما انتم شايفين كده، والاسد ومراته الناحية التانية.
وادي النمر اهو، بيت النمر اهو. النمر ما عندناش غيره، هو نمر واحد بس في مصر كلها، في حديقة الحيوانات اللي في الجيزة وفي حديقة الحيوانات دي اللي في اسكندرية. مفيش غير نمر واحد قاعد غلبان اهو مكسور الجناح وما بيعملش اي حاجة. وبرضو هنا ممكن تأكل برضو النمر او تأكل الاسد، تجربة برضو جميلة بنفس الطريقة اللي أكلنا بيها الاسد اول مرة. ودول شبلين، دول عادي ممكن نطلعوهم نتصوروا معاهم عادي. ندخل بقى نأكل الأسد ونخوض التجربة من جوه برضو. بص هو فيديو. هات لي فيديو. الراجل مستغرب ان انا بدخل المكان ده اكل الاسد، بيقول لي انت ايه غايتك في كده يعني؟ اهو عشان نحس بالرعب شويه، ده شبل اهو متساب بره. يعني هنأكل الأسودة من بعيد زي الأطفال، مش هنحس بالإثارة ولا بالمتعة. فمن قريب بتحس بالرعب كده وبتحس بطعم المغامرة. ودي ما فيهاش مغامرة يعني، ما تهزرش مع الأسد وترجع تقول هبشني. ودي كده قاعة الأسود والنمور، قاعة السباع، ولكن قاعة ريحتها أعوذ بالله لا تطاق. يعني أنا عندي أتفرج على الأسودة بره أحسن أخش أتفرج عليها في القاعة دي. هنروح بقى نكمل ونشوف ونكتشف باقي الحيوانات اللي موجودة في الحديقة. اي حاجه. الغزالة رايقة اهي قدامنا، دي غزالة برضو تدفع فلوس للراجل وتاخد الجرجير او الشبت والبقدونس وتأكلها او الخس. اسمها ايه دي؟ اسمها ايه؟ اسمه ايه الحيوان ده؟ كلها ما تخافش. مش عارف نوع الحيوان ده اسمه ايه بصراحة، بس شكله حلو. اللي يعرف اسمه ايه الحيوان ده يقول لنا في التعليقات. ده بقى ملك الغابة ومراته اهو قاعدين، استنى، قاعدين في مكان زي جبلية القرود اهي. مراته رايحة جاية اهي وهو قاعد تحت الشجرة هناك ما بيتحركش. تدخل البيت جوه وتطلع، مكان زي الجبلاية عادي، والناس برضو ملمومة حواليهم، وبس مفيش طبعا خطر لان المسافة بعيدة بيننا وما بين الاسود. ورايحين جايين والناس بيحدفوهم بالطوب وبيكفروهم في عيشتهم. هنروح دلوقتي نصور الاسد وهو قاعد تحت الشجرة من الناحية التانية من غير قفص ومن غير اي حاجة. هي بتفضل رايحة جاية كده مرات الأسد وهو قاعد تحت الشجرة زي ما انتم شايفين كده. نروح نصوره دلوقتي من قريب، برضو كرامة وشموخ وعزة نفس. مراته رايحة جاية وهو ما بيتحركش مهما حصل، ما بيتحركش. في كلب شرس هنا برضو جنب الغابة بتاعت الأسد، معرفش ايه اللي جابه هنا حديقة الحيوانات، لكن هو حيوان برضو فده مكانه الطبيعي. ادي الأسد اهو قاعد تحت الشجرة، أسد قاعد. وادي مراته رايحة جاية، ما تفهمش هي بتأمن على المكان او بتدور على اكل، لان طبعا مرات الاسد هي اللي بتدور على الفريسة، ومفروض ان هي اللي بتجيب الاكل. او بصوا الاسد قاعد ما بيتحركش، العيال تحدفه بالطوب مفيش. اللي هناك اللي ولع معاهم، اللي هم في القفوص ما اكلتهمش دول بقى بتدفع 5 جنيه بتاكلهم لحمه وبتاع، والناس كلها بتيجي تاكلهم. والله هناك في القفوص اهو بالهبل ده، سيبك من دول ولا حاجه دول. يلا بينا نكتشف باقي الحديقة. طبعا في جزء بتاع متحف الحيوانات المجمدة، يعني حيوانات ماتت ومجمدة، ده هنزله في فيديو لوحده عشان كده الفيديو هيبقى طويل اوي.
وحديقة أنتونياتوس اهي جنبنا تشوفها من النزهة من جوه. كل اللي تحت ده جنب السور حديقة أنتونياتوس، ولكن لسه الجيش شغال فيها، ربنا يوفقهم وتخلص على خير، وبعد كده نصوروا فيها عشان هي ما فيهاش حاجة تتصور دلوقتي. كمل بقى بقية جولتنا في الحديقة. الجمال اهي، مش عارف الجمل عمال بياكل في الحديدة ليه كده. الجمال اهي، بس الجمال دي بتاعت اطفال، يعني اللي يركب الجمل ده لازم يبقى طفل. 15 جنيه ويلف بيه في الساحة بتاعته اللي هو واقف فيها جوه دي كده. طبعا احنا جربنا تجربة الجمال دي في الاهرامات وفي اماكن تانية كتير، يعني مش احسن حاجة يعني. كل الناس فاهمة الجمال، ركوب الجمل مش احسن حاجة ليه، وبالاخص للرجالة. المهم ادي الجمال اهو ب20 جنيه للاطفال، وبرضو تاخد منه اكل وتاكلهم نفس النظام. طول ما انت ماشي تاكل في الحيوانات. الدب البني اهو ننزل نصوره دلوقتي تحت. الدب زعلان كده، الدب القطبي البني، تحس ان هو مش طايقنا ولا طايق نفسه ولا عايز ياكل ولا يلعب ولا اي حاجة، غضبان كده الدب ده. وفي دب جنبه تاني الناحية التانية، بس الدب ده يعني مش مصري. الدب ده مش مصري. الدب اللي هناك بقى، القطط دي اللي جابها هنا، الدب اللي هناك بقى اللي في القفص ده هو ده اللي مصري على ابوه ده اهو. ده دب مشاكس وبيلاغي الناس، بيقعد يعاكس في الناس والناس بتحبه وتقعد ترميله في اكل عشان هو يعني بيلاغي. بص بص لي ازاي بيلاغيني. هو كده عايز يقول لي يعني اديني اي اكل، انت هتفضل واقف تبص لي كده. بص شكله نضيف وجميل برضه. صباح الفل يا عم الدب. واللقطة كده بعيد. دي بقى فقرة الحديقة، السلك القومي. كل دول طالعين من المايه واقفين كده لغاية عشان الناس تحدف لهم اكل. اول ما الناس بتحدف لهم اكل كلهم بيفتحوا بقهم مرة واحدة. ودي بحيرة البجع اللي قدامنا دي، كل اللي قدامنا دي بحيرة البجع. برضو تجيب اكل برضو من الراجل اللي قاعد بنفس الطريقة. وبص الاهالي والاسر كلها واقفة وهم كلهم ملمومين في حتة واحدة. بص اول ما الناس تحدف لهم اكل شوف هيعملوا ازاي. بص ركز اي حد بس يحدف لهم اكل دلوقتي وهتشوف منظرهم. بص كلهم بيفتحوا بقهم مرة واحدة، بمنظرهم جميل. وكان ملموم عليهم دلوقتي انا عشان اصورهم فضلت واقف ربع ساعة مستني الزحمة اللي عليهم تخلص اكتر من الاسودة. شفت بيفتحوا بقهم ازاي، منظر جميل. ودي بحيرة البجع. سبحان الله، على حظي يوم ما اجي ازور حديقة الحيوانات السيد قشطة اللي هو سبع البحر شبع وعطينا ظهره زي ما انتوا شايفين كده، مش عايز ياكل. ده لما بيبقى جعان بيجي يفتح بقه قد كده، طبعا زي ما كله عارف بق السيد قشطة عامل ازاي. والناس بتقعد ترمي في بقه اي حاجة معاهم مش اكل بس. هو دلوقتي عطينا ظهره زعلان ومش عايز يصور ولا عايز ياكل ولا عايز يعمل اي حاجة. كل دي مملكته كده، مملكة السيد قشطة. هو نايم بقى، نحاولوا ان احنا نصوروه واحدة من قريب كده. كلب البحر ده هو برضو شبع على حظي برضو، مع انه على طول بيطلع بره والناس بتأكله، ولكن انا على حظي برضو شبع ومش عايز يطلع. يلا بينا نشوف باقي الحيوانات اللي في الحديقة. الحصينة دي ب20 جنيه، يفضلوا يلفوا بالاطفال كده زي ما انتم شايفين. حصينة جميلة والاطفال برضو يعني حابين التجربة دي، وانا شايفهم كلهم فرحانين. بص الحصان بيرفع بالولد ازاي.
وبس كده يكون انتهى الفيديو بتاعنا النهاردة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وانصح اي حد مخنوق او زهقان او في اجازة نص السنة يجي يزور حديقة الحيوانات. مليانة متاحف ومليانة حيوانات وفيها ملاهي وفيها كل وسائل الترفيه، وبالاخص لو عايز تفسح الاطفال ده انسب مكان. ويا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم.